بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن تحصينات صلاح الدين في الموانئ المصرية. لم تقف جهود صلاح الدين في تحصين مصر عند حد القاهرة، بل امتدت إلى الثغور والموانئ المصرية، وبصفة خاصة الإسكندرية ودمياط وتنيس، بعد أن تكررت هجمات السفن الصليبية عليها. أولا، تحصينات الإسكندرية، وإنني مقسم هذا العنصر إلى 3 عناصر فرعية. أول عنصر بناء سور الإسكندرية. كان الإسكندرية مكانة خاصة عند صلاح الدين، لدرجة أنه كان يقضي منها أسعد أيامه بمصر، لذلك شرع في بناء سور ليحيط بهذه المدينة. العنصر الثاني أسباب تكسير 400 عمود روماني إلى نصفين أو ثلاثة، وأمر والي الإسكندرية وكان يدعى فخر الدين قراجة بأن يكسر 400 عمود روماني إلى نصفين أو ثلاثة ويلقي بها عند شاطئ البحر، وذلك للأسباب منها أن يمنع تأثير الموج على سور المدينة، وألا يستخدم العدو كمرسى لسفنه. العنصر الثالث إشراف صلاح الدين على بناء سور الإسكندرية. كذلك قام صلاح الدين بزيارة الإسكندرية مرتين للإشراف على بناء السور ومشاهدته والعمل على إتمام بنائه. بعد ذلك تحصينات تنيس من الموانئ المصرية، وإنني مقسم هذا العنصر إلى عنصرين فرعيين. أول عنصر بناء قلعة تنيس، فهي جزيرة تقع على الشمال الشرقي من بحيرة المنزلة قرب بورسعيد الحالية، وقد انتدب صلاح الدين الأمير بهاء الدين أراؤوش عام 1181 ميلاديا لعمارة قلعتها التي كثيرا ما كانت تتعرض لهجمات الصليبيين، وخصص صلاح الدين مبلغ 3000 دينار من أجل عمارتها. العنصر الثاني اهتمام صلاح الدين بسور المدينة. كذلك اهتم صلاح الدين بسور هذه المدينة وعمل على تقرير برسم ما يحتاج إليه السور من أجل إعادته. بعد ذلك تحصينات دمياط، وهي آخر التحصينات، فقد قام صلاح الدين بتحصينها بنفسه، حيث خرج إليها وبصحبته والديه الأفضل نور الدين علي والعزيز عثمان وكاتبه العماد الأصفهاني عام 1177 ميلاديا، وتفقدوا تحصينات الميناء. كما رتب صلاح الدين المقاتلة على البرجين في دمياط، كما قام بإحكام السلسلة التي أقيمت فيها البرجين، وأمر بعمل جسر عند السلسلة وبرجها. ووجه صلاح الدين عناية خاصة نحو عمارة سور المدينة وترميمه وسد ما به من ثغرات، وبلغت النفقة على ذلك 1000 دينار كما يذكر المقريزي. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.